التمرين ده اسمه باربل سكوات وبيستهدف عضلات الفخذ الاماميه مع عضلات المقعده. التكنيك الصح او الاداء الصح للتمرين ده، اول حاجه عشان تشيل البار بطريقه صحيحه وعشان ما تتصابش، خلي البار في مستوى صدرك، ما تحملش او ما تحطش البار على رقبتك، خليه على عضلات الابر ترابس زي ما انا موضح لك في الفيديو. مسكتك للبار تكون ماسكه محكمه وما تكونش واسعه، تكون ضيقه ناحيه كتفك. طول ما انت عندك المرونه في مفصل الكتف، ضيق قبضتك على ناحيه كتفك. نيجي بقى لاهم حاجه، وقفتك ما تكونش ضيقه قوي ولا واسعه قوي. المسافه ما بين رجلك بتكون قد المسافه ما بين كتافك، ووش رجلك يكون مفتوح شويه لبره بالشكل ده. شويه حاجات مهمه كده قبل ما تبتدي التمرين بتاعك، لازم كوعك يبقى في مستوى جسمك ما يكونش ورا، وضم عظمتين اللوح على بعض ونزل كتفك لتحت، ولازم تنشف جسمك كله وخصوصا عضلات الكور اللي هي عضلات البطن وعضلات الجناب والقطنية وكمان عضلات الفخذ وعضلات المقعدة. مهم جدا عشان تعمل الموضوع ده لازم تظبط التنفس بتاعك قبل ما تنزل، لازم تاخد نفس وتكتمه وبتبتدي التمرين بتاعك. المدى الحركي بتاعك بتنزل بوسطك لورا، مهم جدا جدا ان انت تنزل بوسطك لورا وتنزل لحد ما وسطك يعدي ركبتك تحت شوية، تحت الزاوية 90. وركز وانت بتتمرن ان ركبتك ما تفتحش منك ولا تضيق، زي ما انت شايف في الفيديو ركبتك بتروح مع وش رجلك. التنفس صح في التمرين ده، وانت فوق بتاخد نفس وبتكتم وبتنزل، وانت طالع بتخرج نفس. ودي بعض الغلطات اللي ممكن تقع فيها وانت بتتمرن التمرين ده. هنا انت وانت بتنزل بتفتح ركبتك او بتضمها، وده بيعمل مشاكل كبيره قوي في الركبه. والصح طبعا انك تخلي ركبتك ماشيه مع وش رجلك. هنا وانت بتنزل برضو بتميل جسمك لقدام، وده بيعمل مشاكل كبيره قوي في اللور باك او اسفل الظهر. هنا مفيش مرونه كافيه في مفصل الكاحل او الانكل، فبتنزل بترفع كعبك عن الارض.